امبارح التيك توك طلعت بيان انهم حذفوا اكتر من 2 مليون و900 الف فيديو مخالف على المنصه بتاعتهم، وقالوا انهم حذفوا حوالي 19 مليون بث مباشر في 3 شهور بس. طبعا على خلفيه قواضي الناس اللي اتقبض عليهم امبارح واول امبارح، دول اللي شغالين في لايفات التيك توك تحديدا يعني. لكن السؤال هنا، الملايين اللي بتنزل للناس دي في اللايفات اللي على التطبيق ده، انا ما يهمنيش بتنزل ازاي، انا يهمني الحقيقه بتنزل ليه. بتوع اللايفات بيقولوا ان الناس بتحبنا وعلشان كده بيبعتوا الفلوس دي. والحقيقه بقى ان اللي بيبعت الاسد والفار والتنين دول غالبا وبنسبه 90% ما يعرفكمش اصلا، ولا عايزين يعرفوكم. وبالعقل والمنطق كده، الناس اللي معاهم فلوس بالشكل ده، أكيد أنت عارف هم قد إيه جحدين، ولا يمكن يديك جنيه من غير ما يكون عايز قصاده 100 جنيه. فأكيد أنت عارف وأنا عارف إن الناس دي واجهة لأعمال غامضة أكبر بكتير جدا من خيالنا، والموضوع فيه أطراف كتيرة جدا محدش يعرف عنها حاجة. وأنا متأكد إن رجالة النيابة العامة والداخلية المصرية هتعرف توصل للحقيقة وتكشف شبكة البيزنس ده من أوله لآخره يعني. بس الحقيقة أنا مش جاي علشان أحكي في الموضوع ده، أنا جاي أسألك سؤال: ماذا بعد؟ الحقيقة بقى يا صديقي إن البؤرة دي اللي خلقت الناس دي والبيئة اللي طلعتهم هم وغيرهم ما زالت موجودة، ومين عارف ما ممكن يطلع غيرهم بكرة أو بعده، أو ممكن يطلعوا هم نفسهم لعدم كفاية الأدلة. أنت عارف طبعا القضاء بياخد بالأدلة مش بالكلام. طب الحل إيه؟ لو عندك دم الملتهب وعايز مساعدة ورحت للدكتور، بيعمل لك إيه الدكتور؟ صح زي ما قلت كده، لازم ينضف لك الدم ده من جذوره. واحد منكم يسألني طب ليه المثال العجيب المقرف ده؟ لأن الشيء بالشيء يذكر، ولازم الظاهرة دي تنضف من جذورها، والخلايا اللي بتشتغل ورا الناس دي تتجاب كلها. الوكالات، سماسرة اللايفات، يتجابوا كلهم. بس أقول لك على حاجة، برضو ده مش هو الحل الوحيد. الحل يا جماعة يكمن في كلمة واحدة بس: الوعي. أنا وأنت لازم نكون واعيين. طيب هنكون واعيين إزاي؟ أيوه أنا باسألك السؤال، هنكون واعيين إزاي؟ اكتب لي رأيك، عايزين نسمع بعض بشكل راقي ومؤدب. يمكن صوتنا يوصل لصناع القرار فيقدروا يغيروا، وتكون دي بداية قوية للمجتمع ده. مين عارف؟